أهلا بيكم في ملف تالتة ثانوي. هو أنا ليه بعمل كده؟ هو أنا أصلا رايح فين؟ وده هينفعني ولا ده ملوش أي لازمة؟ طيب، بدون مقدمات كتيرة شكلي اتغير نوعا ما، ولكن مش هو ده الموضوع. انت ممكن تبدأ في أي وقت، مش شرط ثانوية عامة. انت هتبدأ في شهر 8، ولكن آه نصيحة من سبقونا كانت هكذا يعني. فاحنا هنديها فرصة سنة كاملة. أنا عارف إن التحدي يبان صعب، ولكن أنا قررت أعمله أصلا عشان خاطر ألزم نفسي بالحاجة دي، بالمذاكرة بالدراسة بالحاجات إحنا بنكره نعملها. ولكن لو انت مش طالب مثلا في ثالثة ثانوي اصلا، وممكن من مرحلة عمرية اكبر من كده، فشارك معانا رحلة التطور دي، علشان هيكون فيها حاجات اضافية احسن من كده كمان. على سبيل المثال، قررنا ننزل في التحدي ده ان انت تحفظ صفحة من القرآن الكريم كل يوم. تخيل احنا هنعمل كده على مدار سنة، 360 يوم. لو كل يوم صفحة، خلينا نقول حفظنا 300 صفحة، ادي نص القرآن. يعني الله المستعان، ربنا يثبتنا على كده. فهذا هو سوف يكون رفيق دربنا في هذه الرحلة. لو حد حب يسأل ليه قرآن، فأقول لك: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن برضو. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فتوكلنا على الله. هذا التحدي من سنة البداية. الفيديو ده أول فيديو في السلسلة دي، وحاول بإذن الله كل شهر هينزل فيديو زي كده، يعني يوريك مراحل التطور وصلنا لغاية فين، وإيه اللي إحنا شغالين عليه دلوقتي. والله المستعان، وربنا يوفقنا في كده أهو في هذه السنة. والله المستعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيبكم من الكلام اللي فات ده. هنعمل كده إن شاء الله، ولكن حابب أقول بس نصيحة قبل ما نبدأ هذه السنة ليا ولكل زملائي ولكل الناس. يعني أحسن الظن بالله. كان اعتقد في يوم النتيجة بتاع ثانوية عامة 2025، كنت رحت صليت في مسجد، فبالصدفة يعني في ايه درس، فالدرس كان بيتكلم عن حسن الظن بالله. اعرف شخصين، شخص منهم يعني هما الاتنين في ثالثة ثانوي. واحد منهم هو شاطر ولكن ما كانش عنده حسن ظن بالله، كان يقول انا هتظلم في التنسيق وهتظلم، ويعني الناس كتير قوي بتتظلم ومش عارفه ايه. وفي الاخر الشخص ده بالفعل اتظلم وجاب نتيجة مش احسن حاجة. انا بقى عندي اعرف شخص تاني كان متفائل وكان شايف ان هي سنه عاديه وهتعدي، وهو يعني هيبذل مجهود. هو يمكن على فكره الاولاني اللي قلت لكم عليه يمكن اشطر من التاني ده فعليا في الواقع. يعني هو يعني بيذاكر اكتر منه، كان مش عارف ايه، ولكن الله اعلم ده يعني، وده عند ربنا مش بتكلم على كده. ولكن بالفعل التاني كان بيذاكر والتاني والاول كان بيذاكر، ولكن التاني كان عنده حسن ظن بالله. وفي الاخر التاني جاب مجموع ما شاء الله ودخل الكليه اللي هو كان نفسه فيها بجد. فانت برضو خلي عندك حسن ظن بالله، هي مجرد سنه وهتعدي. انا عارف ان بقى في ضغط نفسي شديد جدا على الطالب وعلى اغلب الناس وحتى على الاهل نفسهم، ولكن محتاجين بجد ان احنا نراعي حق هذه يعني الامانه اللي عندنا، اللي هي اولا اهلك ودروسك، وتراعي اولا نفسك انت يعني بكره وبعده. ما انت بص، يوم الغنيمه بقى يوم النتيجه او يوم الكليات او فيما بعد، هتيجي وتقول يا اما يا ريتني، يا اما الحمد لله انا راضي. والرضا لازم يكون في الحالتين، ولكن انا بتكلم عن في واحد راضي وهو ندمان على اللي اثر فيه، واحد راضي باللي هو عمله وفرحان بالمجهود اللي هو بذله. فشوف انت عايز تكون انهي واحد فيهم. انا ما برأش نفسي من كده، بل بالعكس انا بحاول. ومعلش احنا بجد للاسف في بعض الاخطاء اللي طلعنا بيها مثلا في الماضي من معاصي ومن ذنوب وحاجات كتيرة، ولكن الى متى يا نفسي؟ محتاجين بجد نتوب. طب انا بدأت وقعت، قوم تاني توب. وقعت توب، وقعت توب، وقعت توب. طب لغاية امتى؟ وقعت توب. يعني هي كده، وقعت توب لغاية ما يعني ربنا بجد. هي بص،
ولو صدقوا الله لصدقهم. بس هي هتيجي ما تقلقش. فلحظة من اللحظات بجد لحظة صدق مع تكرار محاولات التوبة هتوصل. يا أخي على الأقل موت على الطريق، وبإذن الله هتوصل. اللذة في طريق وعثراته، فالله المستعان. وبرضه حبة نصايح كده اهو، دايما بنقول عليه ده سبب دمار أغلب كل حاجة، شهوات وحاجات كتيرة جدا سيئة ممكن تحصل لك بسبب التليفون ده. فعشان كده نصيحة مني، استبدلوا. هي 10 شهور بالظبط. هذا النوكيا مش عارف هو شغال، يقول الو وكل حاجة ومية مية. فنصيحة ده، ابعد عن السوشيال ميديا. عندك دروس مش عارف ايه، يعني انت هتعرف تتصرف. ممكن موبايل والدتك، موبايل والدك، معاك مثلا كمبيوتر ديسكتوب، اي حاجة تتصرف. ما انت بتتصرف في حاجات تاني كتير وكل عارف كده. اشمعنى بتيجي عند دي يعني كلها في 10 شهور، كلها كام شهر. بالزقة هيجوا ما تقلقش، بس محتاج معلش ثبات. يمكن انت تختار بقى في البداية وتقول حماس المبتدئين وانا هجيب واعمل بس يا اخوانا اقسم بالله الموضوع محتاج، يعني فعلا مقولة من آثر الراحة لابن القيم فاتته الراحة، لمقولة عظيمة. من آثر الراحة فاتته الراحة. لازم تعرف كده كويس. فعشان كده الله المستعان. وبحبكم كلكم في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعله عام خير وبشر ونهاية مليئة بالسرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.